طريقة الممبار الجبار. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأجمل طريقة للممبار. هنعمله بخلطة جميلة جدا وبطريقة حشو سهلة وبسيطة، وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. أحلى وأجمل طريقة للممبار ممكن تعمليها، هيطلع معاكي حلو جدا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي حلة حطيتها على النار، وبعدين جبت كمية الطماطم فرمتها كويس ونزلتها في الحلة بتاعتنا، وهسيبها تغلي حوالي غلوتين او 3، وبعدين هوطي عليها النار جدا وهسيبها لحد ما تتسبك خالص. وبس مش هضيف عليها حاجة، يعني مش هنضيف عليها ولا سمنة ولا زيت ولا اي نوع من انواع التوابل. هسيبها تتسبك خالص وبعد كده هتشوفوها معايا. بصوا الطماطم بتاعتنا بعد ما اتسبكت احنا عايزينها بالشكل ده. لازم الطماطم تتسبك خالص وتبقى تقيلة كده علشان تخلي طعم الممبار بتاعنا في الحشو حلو. عندي هنا طبق كبير هفضي فيه 3 بصلات مبشورين. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حطيت البصل وبعدين هضيف عليه التوابل: ملح وكمون وفلفل وشطة وكزبرة. هضيف في البداية كده، هضيف الملح والكزبرة والكمون والفلفل الاسود، هضيفهم على البصل. وبعدين هنركن الشطة على جنب، وهبتدي بقى الخطوة اللي هتخلي طعم الممبار بتاعك حلو جدا، والخلطة بتاعته ريحتها جميلة وطعمها مميز. هو السر ده ان انت تمسكي البصل كده بالتوابل والملح وتفضلي تدعكي فيه، يعني ما تضيفيش البصل على طول على الخلطة. الخلطة دي بتفرق قوي قوي في الطعم، يعني ممكن تجربوها وهتشوفوا الفرق. هندعك البصل كويس جدا مع التوابل والملح، وبعدين هنبقى مجهزين بقى معانا باقي الخلطة. عندي هنا الطماطم اللي انا سبكتها مع حضراتكم. من اسرار الممبار الجميل الخلطة بتاعته جميلة، ان الطماطم لازم تكون حمرة وتكون متسبكة كويس. هتطلع معانا حلوة جدا جدا، وهتخلي الخلطة بتاعت الممبار طعمها جميل جدا. حطيت كل كمية الطماطم اللي سبكناها مع بعض وهقلب كويس كده. الصلصة بتاعتنا مع البصل هنقلبهم تقليبة حلوة جدا، وبعدين هنجيب بقية المكونات بتاعتنا. هنجيب في البداية بقية البهارات: الشطة والملح، وهقلب برضو كويس. وعندي بقى الخضرة مجهزاها، قطعتها يعني غسلتها كويس جدا قبل ما اقطعها. الخضرة بتاعتنا زي ما حضراتكم عايزين، انا حطيت شبت وبقدونس وكزبرة، وده حسب ما حضراتكم عايزين. ممكن تحطوا بقدونس بس، بقدونس وشبت. هقلب كويس الخلطة كويس جدا، الصلصة مع البصل مع الخضار بتاعنا. وعندي بقى الكمية بتاعة الرز حسب كمية الممبار بتاعك، يعني تقريبا كده بالتقريب كيلو ممبار بياخد حوالي 3 كوبايات من الرز، يعني حوالي كيلو الا ربع. غسلت الرز كويس وصفيته، وبعدين حطيته على الخلطة بتاعتنا. وهنرجع بقى مع بعض هنقلبهم كده تقليبة كويسة جدا مع بعض، بحيث ان الرز يشرب كويس جدا من الخلطة، علشان لما نيجي نحشيه يبقى كله مع بعض. بس هنضيف في الاول حوالي نص كوباية من الزيت. نص كوباية من الزيت اوعي تنسيها، ده اللي بيخلي الممبار بتاعك مفلفل وجميل جدا وطعمه حلو جدا. يعني اهم من اي حاجة، يعني اهم حاجة في الوصفة الزيت، علشان الممبار بتاعك ما يطلعش معجن. وحطيت رشة من القرفة بتدي طعم حلو جدا جدا للممبار وبتاخد اي ريحة زفارة. وعندنا برضو رشة من النعناع. رشة النعناع دي رهيبة، بتدي طعم وريحة جميلة جدا للخلطة بتاعتنا. هقلب كويس كده الرز مع التوابل مع الصلصة، هقلبهم كويس. لازم برضو الحاجة دي تتقلب كويس جدا جدا علشان طعم الممبار بتاعنا يبقى جميل. عندي بقى الممبار اهو مغسول ومتنضف كويس جدا،
ومنقوع في ليمون وفي خل، وغسلته كويس جدا بالدقيق. الدقيق بيفرق جدا في غسيل الممبار. يلا بقى مع بعض نحشي الممبار. هنجيب كده بداية الممبار هنقطعه يعني حسب ما حضراتكم عايزين، الطول اللي حضراتكم عايزينه هتقطعوا بيه الممبار. هتجيبي كده بداية الطرف بتاع الممبار وتحطيه في الصبعين اللي هما من فوق. اول صبعين هتروحي مدخلة فيهم الطرف بتاع الممبار وتبتدي تحشي كده زي ما حضراتكم شايفين. دي اسهل طريقة لحشو الممبار، طريقة سهلة جدا وبتخليكي تنجزيه على طول. يعني بتخليكي لو عندك اي كمية من الممبار بتحشيه بطريقة سهلة جدا جدا. هنبتدي نحشي كده مع بعض. بصوا ما تمنوش الممبار قوي علشان ما ينزلش رز الزيادة، هيبقى يدوب بالشكل ده. يعني الممبار مش بيتملي اكتر من كده. هنحشيه لحد ما يبقى شكله بنفس الشكل ده بالظبط. يعني تدوسي عليه ولو في اي زيادة من الرز بينزل. بصوا هنحط الصبعين، يعني تجيبي الصبعين كده في البداية، اول صبعين وتحطيهم في طرف الممبار وتبتدي تحشي بقى بايدك التانية. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، والله طريقة من اسهل الطرق لحشو الممبار. هتحشي الممبار بسرعة الصاروخ علشان مش بياخد معاكي وقت خالص، بجد بجد بسرعة. يعني دي من احسن الطرق لحشو الممبار. هحشي كده كام واحد مع حضراتكم علشان تشوفوه. بصي بعد ما بنحط الكمية الرز بتدوسي عليه بحيث انه يبقى شكله كده، ما يبقاش مليان اكتر من كده. عندي بقى مية بتغلي ونزلت فيها الممبار بتاعنا. لازم المية تغلي جدا وبعد كده تنزلي كمية الممبار بتاعتك كلها، علشان اول ما بتنزلي والمية بتغلي بيروح ماسك وما يخرجش منه الرز. بتحطي بقى التوابل اللي انت عايزاه. انا حطيت ورق لوري وحبهان وملح. جبت زي ما حضراتكم شايفين كده كمية من الزيت، واول ما سخنت لازم برضو الزيت يسخن كويس جدا عشان اول ما بتحطي الممبار في الطاسة ياخد معاكي اللون اللي انت عايزاه. يعني ما ينفعش تحطيه على زيت بارد، هياخد وقت ومش هيطلع لك الممبار بتاعك لونه حلو ومش هيطلع معاكي احمر وجميل. بصوا ما شاء الله، يعني اول ما بتحطيه في زيت سخن بيحمر معاكي بسرعة. تفضلي بقى تقلبي فيه علشان كله ياخد لون واحد. لازم تقلبيه كم مرة كده وهو في الطاسة، هتبصي تلاقي بقى الممبار بتاعك كله خد لون واحد. بصوا ما شاء الله لونه جميل ازاي. مش محتاجين نحط عليه اي حاجة علشان ياخد اللون الجميل ده. انتي بس كل اللي هتعمليه ان انتي تكتري الزيت شوية وتسخني الزيت كويس، هيطلع معاكي بقى باللون والجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وما فيهاش اي صعوبة. احلى واجمل طريقة للممبار. الممبار ده اساسي من اكلات العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. هنخرج الكمية كلها بتاعة الممبار بتاعنا وانا هحمر بقية الكمية، وبعد كده بقى ارجع لحضراتكم ونشوف شكل الممبار النهائي. بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال. احلى واجمل واسهل طريقة للممبار بجد. يعني فعلا ان لقب الممبار الجبار ده لايق عليه. يعني حاجة كده جميلة، ولا تقوليلي بقى مطعم ولا تقوليلي بنجيبه جاهز من بره فبيطلع جميل. بصوا الجمال، بصوا الخلطة بتاعتنا عاملة ازاي، والرز مستوي ومفلفل من جوه وطعمه رهيب والخلطة بتاعته رهيبة. لما بتكتري الكمية بتاعت الطماطم الممبار بتاعك بيطلع طعمه رهيب. بصوا ما شاء الله لونه حلو ازاي. احلى واجمل طريقة للممبار. بتعملي جنبه بقى طحينة او حسب ما حضراتكم عايزين، بس هو بيتقدم مع الطحينة في المطاعم بيبقى حلو جدا جدا. بصوا ما شاء الله مستوي من جوه والرز مفلفل. ويا رب تجربوه ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.